السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك. مولد النبي صلى الله عليه وسلم. رأت السيدة آمنة أنه حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نورا أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام، وقالت: والله ما رأيت من حمل قط أخف ولا أيسر منه. ووقع حين ولدته السيدة آمنة أنه لواضع يديه على الأرض رافع رأسه إلى السماء. وتكررت الرؤى عند السيدة آمنة، وسمعت كأن أحد يقول لها: أعيذيه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. وبعد كده جت لها آلام المخاض، فكانت وحيدة ليس معها أحد، لكنها شعرت بنور يغمرها من كل مكان. وخيل لها أن السيدة مريم ابنة عمران وآسيا زوجة فرعون وهاجر أم إسماعيل معها في نفس المكان، فشعرت بالنور الذي انبثق منها. وبعد كده وضعت وليدها كما تضع كل أنثى من البشر. ورأت السيدة أم عثمان بن عفان والسيدة أم عبد الرحمن بن عوف اللتان كانوا معها في يوم الولادة. وعندما وضعت السيدة آمنة النبي صلى الله عليه وسلم كأن نورا أضاء ما بين المشرق والمغرب. والسيدة فاطمة بنت عبد الله رأت الولادة كاملة، فكانت تقول: كأن كل ما في المكان من ضوء. قالت: فما شيء أنظر إليه إلا نورا. وكانت تنظر إلى النجوم فتلاحظها تدنو وتدنو وتدنو حتى قالت أنها ستقع عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد معذورا مسرورا، أي مختونا لا يرى من سوءته أحد، وأنه كان يشير بإصبع يده كالمسبح. وبعد أن وضعته السيدة آمنة رضي الله عنها أرسلت لجده عبد المطلب أنه قد جاءك غلام فأته فانظر إليه. فأتاه فنظر إليه وأخذه ودخل به الكعبة، وقام يدعو الله عز وجل ويشكر الله على ما أعطاه. وخرج بعد كده وآتاه إلى أمه فدفعه إليها وسماه محمدا. وكان الاسم ده مش مألوف عند العرب، فقالوا: لما رغبت عن أسماء آبائنا وأبنائنا؟ فقال: أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض. وروي أن جده عبد المطلب ختنه في اليوم السابع ثم أعد له مأدبة. وقيل برضو أن جبريل عليه السلام ختنه عندما شق صدره. ومن معجزات ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إن الليلة اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، وكان في هذا إشارة إلى أنه سيملك الفرس 14 ملك بعدد الشرفات التي سقطت من إيوان، فملك منهم 10 بعد كسرى في 4 سنين، وبعد كده الباقي اتملك في عهد سيدنا عثمان بن عفان. وتهاوت الأصنام الموجودة جوه الكعبة وخارجها حتى انكبت على وجوهها، وغاضت بحيرة ساوى التي كانت تسير فيها السفن، وجفت المياه بتاعتها، وخمدت نار فارس بالرغم ان هي لم تخمد منذ 1000 سنة قبلها. كل ده في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات برضو اللي ظهرت عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهاب وحجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء. لكن المشهور بقى عند العلماء أن الشياطين قذفت عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كالتي رنها حين لعن. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم في قريش صبيحة الاثنين 9 من شهر ربيع الأول في عام الفيل، ده بالنسبة للشهر الهجري. أما بقى بالنسبة للميلادي فولد النبي صلى الله عليه وسلم قيل في 20 وقيل في 22 من إبريل سنة 571 ميلاديا. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في دار عقيل بن أبي طالب. وقيل إن أكثر إعمامه فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه أبو لهب، فأعتق جاريته وتسمى ثويبة التي حملت له الخبر فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما مات أبو لهب رآه شخص في منامه فسأله عن حاله، فقال له أبو لهب أنه في كل يوم 2 يخفف عنه العذاب لفرحه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمح له بأن يمص أحد إبهامه لإخراج الماء. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. صلوا على من قال أمتي أمتي.